اذكر جاني واحد من الشباب عقدت له وعمل اسبوع وتزوج، كان قبل رمضان، عندهم ازواج ما شاء الله امورهم طيبه وسابره، والاخت كانت تتجمل مع زوجها، عملت لها سفره مملتنا من كل حاجه، والاخ فطر معنا في المسجد وفطر نحن وياه، وكان عاطل اول يوم كان تعب، زاد شرب له دبالين وانه لها تروح البيت جو المرأة قاعد من كل حاجة، السمبوسة والصاحل والشافوت، والمن شابع ما حد يسترشي كله. فقالت يلا عشاء، قالت والله ما استطيع انا شابع، قال جا قوي دي بغور فطر بالمسجد، والله لا تاكل، قال والله ما استطيع، صلي على النبي. وان المرأة براس السفرة وهو براس السفرة، العبوا تنس كل واحد بقع، ما استرشي انت الناس عيب علشان ما انا ساتر، والله لا تاكل، قال والله ما اكل، انت لا ولا اثنين. المهم رجع قال لا البطال، وفلت كل شيء ببقعته، ولا عندي البيت سلامة تشريف. يعني انا كنت حزبني جاي صلاه تراويح، قال اشتي اكلمك بموضوع بعيد، قلنا يلا بعيد. طلقت المرأة وقل لا اله الا الله ما قبل اسبوع. ليش؟ قال اختلفنا من سب العشاء، قلت وين جا الشهود؟ قال الشهود موجود، قلنا اهم شيء شهود سلام. على ايش؟ قال يا اخي قتلتني عملت لي سفره وابن الاثنين، قل لا اله الا الله.